السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتعلم مع بعض المبكبكة الليبية. هنا هنجيب حلة نحط فيها سمنة على زيت، ولو زيت زيتون يبقى افضل لو حد بيحب زيت الزيتون. هنستمر في التقليب كده لغاية لما تسيح قطعة السمنة، بس هما اللي بيعملوها بزيت الزيتون. وهنا هنجيبين بصلة متوسطة وهي هتاخد بس اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. جايبين بقى التوابل بتاعتنا، فلفل وملح عليه ملح وكمون كده وشوية شطة، اللي بيحب الشطة يزود زي ما هو عايز عشان الأكلة دي بتحب الشطة. يعني معانا كده هنا نكون مقطعين قطعة اللحمة بتاعتنا قطع، يعني ايه على زي ما انت عايزة بقى، يعني عن نفسي بقطعها صغيرة اهي. قطعيها وتشطفيها بشوية مية بليمون او خل، كل واحد زي ما هو عايز بقى، حاجة بسيطة كده بس. وتجيبيها بقى بعد كده، وهنا اللهب بيبقى عيني ما بيبقاش ايه عاملة واطي هنا عشان تاخد صدمة. شايفة، ونستمر في التقليب هنا اهي لغاية شايفة اللون كله كده خدت صدمة من جميع الجهات. وهنا معايا بقى ايه قرنين شطة مقطعاهم، بس اللي معايا مش حامين، يعني اللي هو بيحب الشطة زي ما قلت لكم يحط زي ما هو عايز. هكون مقطعاهم ومظبطاهم كده، غسلتهم وقطعتهم جبتهم لكم اهو. هقلب طبعا. احط بقى ايه ورقة لورا وايه وعود قرفة كده، وهشيلها كمان شوية، يعني احطها بس ايه تعمل الطعم كده واشيلها على طول. وفي الوقت ده بقى هجيب الطماطم اظبطها بقى واضربها في الخلاط واصفيها. مع نفسي معايا زي كيلو الا ربع كده طماطم، اللي هي الحمرا قوي عشان هنعمل المكرونة بقى. بحب الطماطم اهي شايفة هنا. خلاص هشيل بقى ايه عود القرفة وورقة اللورا زي ما انت شايفة معايا اهو. والطماطم بتاعتنا اهي هنجيبها بقى ايه نحطها. عن نفسي بصفيها بالمصفى اللي هي الواسعة العادية عشان تاخد بس ايه القشور بس، ما يبقى معايا ايه طماطم ايه زي ما هي. المصفى الواسعة بظبط فيها كده على طول. شايفة اللحمة خلاص استوت ازاي معايا اهي. شايفة كده خلاص بقى. هنا هزود ايه مية بقى عشان القعد بتاعنا يزيد اهي. كده خلاص شفتها مظبطة الملح مظبطة كل حاجة كده. هنا ايه زودت القعدة اهو، وهشوفه كمان شوية هو بيغلي بقى. شايفة بيغلي ازاي. ظبطت هنا بقى الملح بقى إيه. خلاص بقى عشان هحط ايه المكرونة ايه المقصوصة اللي هي الصغيرة دي. لو حد بيحب الكبيرة شوية بمزاجه يعني، بس عن نفسي بحب احط مع الأكلة دي المكرونة بالحجم ده. وهنا بقى ما بتسيبيش المعلقة من ايدك عشان تفضلي تقلبي كده زي ما انت شايفة،
متسيبهاش خالص، انتي موطية اللهب وشغالة بقى اهي، شايفة؟ عشان حجمها بيتضاعف هنا، فعايزة كل شوية تقلبي، كل شوية تقلبي فيها اهي، شايفة؟ شايفة اهي تضاعفت ازاي؟ شايفة ما شاء الله. وهخليكي تشوفيها بقى وهي بتبقبق، ده سبب تسميتها المبقبقة. شايفة بتبقبق ازاي؟ لما تغرفيها برضه هي لسه بتستمر في التسوية يعني هي مش كده خلاص لأ، وانتي حطاها كده بتزيد الحجم بتاعها برضه ما شاء الله بيزيد معاكي. عن نفسي حطيت نص كيلو، والهنا والشفا، ودوسي لايك معايا واشتركي معايا في القناة.